هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح أكون معكم أنا من وراء الميكروفون عماد خلف، وضيفي بالاستديو الدكتور روان حسن تمو، اختصاصي بأمراض الغدد الصم والسكري. نحن وأنتو رح نرحب بالدكتور. يسعد مساك دكتور. يسعد مساك. أهلا أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يخليك. رح يكونوا زملائي بالكنترول أيضا دارين على الكنترول والبث المباشر هيلوز. موضوعنا هو موضوع مهم كتير، هو داء السكري. يا ترى شو هو داء السكري كتعريف لحتى نعرفه عن قريب أو عن بشكل موسع، شو هن أنماطه، كيف بيتعالج. العديد من الأسئلة رح نطرحها على الدكتور روان. بداية دكتور، السكري كتعريف، يا ترى شو هو هذا المرض اللي ربما شاغل كتير ناس، وشو هو العضو اللي مسؤول عن هالمرض هذا؟ أهلا وسهلا. أول شيء مساء الخير. مثل ما بتعرف السكري هو اضطراب استقلابي، يعني بيصير في عندي اضطراب بعمل الأنسولين ناتج عن نقص بإفراز الأنسولين أو ناتج عن مقاومة للأنسولين. هذا الشيء بيسبب لي ارتفاع بأرقام السكر. يعني إذا بلشت من البداية، في عندي عضو البنكرياس. مثل ما بنعرف البنكرياس الموجود بالبطن، في منطقة هو رأس البنكرياس، فيه منطقة هي خلايا بيتا بجذور لانجرهانز. هاي الخلايا بتقوم بإفراز الأنسولين بشكل طبيعي عند أي إنسان طبيعي. بيكون في عندي طورين من الإفراز. الطور السريع اللي بيكون في عندي إفراز مع وجبة الطعام، يعني مجرد تناول الطعام بيصير في عندي ارتفاع بإفراز الأنسولين مشان ينزل السكر الموجود جوات الأكل. بعدين بيصير في عندي طور تاني، بيكون الإفراز بمستوى أقل وبشكل مديد لساعات طويلة. هلأ لما بيصير في عندي ضعف بعمل هالخلايا، إما نقص بالإفراز، أو في عندي إفراز للأنسولين بخلايا بيتا، ولكن في عندي مقاومة على الأنسولين. يعني في عندي نقص بإفراز الأنسولين من خلايا بيتا، يعني في عندي خلل بعمل خلايا بيتا، بالإضافة لمقاومة على عمل الأنسولين. مقاومة يعني قصدي أنه الجسم ما عم يستجيب للأنسولين بشكل منيح. هذا بيسبب لي ارتفاع تدريجي بأرقام السكر. هلا لما بتكون أرقام السكر تحت 180 ملغ على الديسيلتر، ما بتبين عندي أعراض. يعني ما بيصير في عندي أعراض كتر شرب المي أو التبول أو الآلام بالجسم أو الخدر والنمل أو تشوش الرؤية أو هالشغلات هي. لما بيصير فهون للأسف أحيانا لا يكتشف الموضوع، يعني أحيانا بيكون في عندي سكر ولكن خفي. لما بيصير في عندي ارتفاع تدريجي بأرقام السكر لأكثر من 180 ملغ على الديسيلتر، بتبلش تبين الأعراض. هون المريض يعني بيراجع أي طبيب، أو أحيانا المريض لحاله بيروح بيعمل تحليل سكر على الريق، بيبين عندي الداء السكري. تمام دكتور، أكيد رح نحكي عن موضوع الأعراض اللي عم تظهر على المريض، ولكن كتير بنسمع من الأطباء أو المرضى اللي عم ينصابوا بمرض السكري إنه في له أنماط، مثلا سكري درجة كذا أو كذا كذا. شو بتحكي لنا عن هالموضوع هذا؟ هلا أول شيء سيد الكريم، الداء السكري قبل ما نحكي عن أنماط الداء السكري هو بازدياد مستمر. هلا هو يعني له اهتمام عالمي كبير، ولكن ما بعتقد بحكم الخبرة أو عدد المرضى اللي عم يشوفون، ما بعتقد أنه في عندي اهتمام كبير هون. للأسف معظم المرضى، وخاصة اللي بيكون في عنده أرقام سكر مانا عالية، يعني وكأنه المريض يعني كأنه صار عيب بحقه. يعني المريض بيقول لك أنا سكري مانو عالي، صار لي 3 سنين كان أرقام سكري بسيطة كتير ما بيتعدى 150، فما باخد علاج. السكر بازدياد مستمر. بال2000 حسب WHO منظمة الصحة العالمية، العدد راح يوصل بال2030 لحوالي 366 مليون إنسان على مستوى العالم. يعني العدد جدا ضخم، 366 مليون إنسان على مستوى العالم. لغاية اليوم ما عندي شفاء لولا أي حالة
حتى لم تذكر بالأدب الطبي. الأدب الطبي هو عبارة عن، خلينا نقول، مرجع للحالات النادرة. مثلا ذكر بالأدب الطبي امرأة صار في عندها حمل بعمر 60 مثلا. ذكر بالأدب الطبي مثلا مريض صار في عنده قصور كلوي بعدين مدري شو يعني قصدي الحالات الأندر. نعم. حتى بالأدب الطبي لم يذكر شفاء لأي حالة من الداء السكري إطلاقا. وهذا موضوع بينلعب عليه كتير، وخاصة يعني المنجمين وموضوع اللي بيتعالجوا بالأعشاب وهالكلام هذا، أنه والله أنا بعطيك علاج بيشفي من الداء السكري. ما في شيء اسمه بيشفي من الداء السكري. السكري موجود ورح يضل على الأقل لهي اللحظة اللي نحن عم نحكي فيها. ما عندي أي شفاء للداء السكري. الموضوع بتطور مستمر طبعا أكيد. صار في عندي أدوية حديثة، صار في عندي أصناف. يعني في واحد من الأدوية الحديثة أنا هلا صار لي شي 6 شهور بكتبه بكم خيالي. من 6 شهور ما كنت بعرفه للدواء على سبيل المثال. نتيجة استجابته، نتيجة أنه هو دواء أحدث، يعني له آلية تأثير مختلفة غير آليات التانية. هلا إذا بدنا نفوت بالأنماط، الأنماط الأساسية هن 2. في عندي أنماط تانية. يعني النمط الأساسي، الأنماط الأساسية في عندي النمط الأول تايب 1 اللي هو السكر الشبابي، وفي عندي النمط الثاني اللي هو التايب 2 أو السكر الكهلي. الشبابي اللي عادة بيصير تحت عمر 18 سنة. الكهلي اللي عادة يعني بيتطور غالبا بعد عمر 40 أو 45 سنة. السكر الشبابي اللي بيصير قبل عمر 18 سنة له علاج له علاج وحتى أسباب مختلفة عن السكر الكهلي. بس طبعا في عندي أنماط تانية. يعني في عندي السكر الحملي، في عندي السكر عند الوليد. هذا نوع من أنواع السكر اللي ممكن يظهر لفترة مؤقتة ويروح. مشان هيك صنفوه لحاله، لأنه هذا يعني اعتبروه أنه ما انه سكر، يعتبروه اضطراب استقلابي. وراح بعدين عابر. يعني عابر. طبعا أنا ما بحب أذكر كلمة عابر، لأنه في ناس أحيانا تلعب على وتر الكلمة. أن والله سكر عابر دكتور، ما ممكن يكون سكري عابر. ما في شيء اسمه سكر عابر، ولكن هذا اضطراب استقلابي ممكن يصير يعني تقريبا ممكن يتطور لحد عمر السنة و6 شهور فقط. كوصف دقيق يعني. تماما. نعم. في عندي أنماط تانية بس اعتبروها تابعة للنمط الأول والنمط الثاني. في عندي اللادة اللي نحن بنسميه النمط الأول المتأخر. يعني هذا بدل ما يصير خليني أقول لك فيهم وحدة واحدة. يعني النمط الأول اللي هو النمط الشبابي اللي عادة بيكون تحت عمر 18 سنة، اللي بيكون عادة بيجي بشكل هجومي. يعني عادة أرقام السكر نادر جدا ما بتبلش برقم سكر مثلا طفل سكر 200 أو 205. عادة بيبلش ب 500 و600 و700 وبيفوت الطفل على المشفى. في عندي النمط الكهلي اللي عادة طبعا النمط الشبابي بيتطور بشكل مفاجئ وسريع. يعني بيقول لك والله طفل من 10 أيام ما كان في شيء، فجأة فات على المشفى وصار عندي داء سكري. هذا بيرجع للسبب هلا بنحكي فيه. أكيد. النمط الثاني اللي عادة النمط الكهلي أو التايب 2 اللي عادة بيبلش بعد عمر 45 سنة. هذا بيكون فيه له مجموعة أسباب، فتراكم هاي الأسباب بتسبب ارتفاع تدريجي بأرقام السكر وبالتالي كشف الداء السكري. طبعا مثل ما حكينا من شوي أنه في عندي اللادة اللي هو اعتبروه النمط الأول المتأخر أو تقريبا تابع للنمط الأول. هدول شباب صغار بيكونوا مثلا مريض بعمر 25 سنة، صار في عندي ارتفاع بأرقام السكر حتى لو كانت عالية بس ما بتكون هجومية كتير. عادة هدول بتعطيهم حبوب خافضة للسكر الفموي، بيستجيبوا لفترة مؤقتة، بيرجع السكر بيرتفع، بترجع بتزود الجرعة، بيرجع بيستجيبوا شوي، بيرجع السكر بيرتفع. هدول عادة بيرجعوا آخر شيء بالنهاية بيصير في عندي إفلاس بخلايا بيتا، يعني هم بتعطيهم إبر الأنسولين. في عندي النمط المودي اللي هو غالبا تابع للنمط الثاني أو الكهلي. هدول عادة كمان بدل ما يصير عندي سكر بعمر 50 سنة مثلا، بيتطور عندهم سكري بعمر 30 سنة. هدول بيكون أرقام السكر ما مرتفعة كتير، يعني 160 170 ممكن تكون 200، ممكن تكون حتى يعني أقل من 250. بس عادة هدول بتعطيهم خافضات السكر الفموية بيستجيبوا بشكل ممتاز مثل النمط الثاني مثل النمط الكهلي. بيستجيبوا ما أحلاهم بيستمروا بهذا الشكل. تماما. دكتور، العوامل المسببة المرض هذا، خلينا نسميه هو مرض ربما أيضا بظن أنه الوراثة بيلعب دور كبير. شو هن العوامل؟
هلا النمط الأول التايب 1 عادة السبب الأساسي هو سبب مناعي، يعني أكثر من 95% من أسباب النمط الأول هو سبب مناعي، وأقل من 5% حتى يذكر، ولو أنه ما عاد في شيء بالطب الحديث اسمه مجهول، ولكن بيذكر أنه أقل من 5% لأسباب قد تكون غامضة، ولكن بترجع كمان لنفس السبب، أنه في عندي خلل بإفراز الأنسولين من خلايا بيتا. أكثر من 95% من الأسباب بتكون نمط سبب مناعي. مناعة الجسم بتكون أضداد، الشكل الرئيسي لهاي الأضداد هو أضداد اللي نحن بنسميها الأنتيجاد. الأنتيجاد هي أضداد موجهة لخلايا بيتا بالذات، تتوجه الجسم بيكون هاي الأضداد، يعني بيعتبر وكأنه خلايا بيتا بنكرياس هو جسم غريب، فبتشكل هاي الأضداد بتهجم على خلايا بيتا، بتسبب لي تلف سريع. لما بيصير في عندي تخرب لأكثر من 80% من خلايا بيتا، فورا بيصير في عندي كشف مباشر للسكر. يعني طفل، وعادة هذا بيتطور بشكل سريع، يعني طفل ما فيه شيء من خلينا نقول من 20 يوم طبيعي، ما فيه حركته طبيعية، أكله طبيعي، وزنه طبيعي، فجأة هذا الطفل صار يتعب كتير، شهيته على الأكل خفت، صار يشرب مي كتير، يتبول كتير، صار حتى يعني حركته ضعيفة، صار يعني ما بيتحرك من الفرشة. بمعظم الأحيان الأهل نفسهم بيراجعوا طبيب، أحيانا ممكن ما يخطر بالبال أنه هذا ممكن يكون داء سكري، بس بمعظم الأحيان يعني الله يعطيهم العافية زملائنا بيعملوا تحليل سكر، بتلاقي يصير رقم السكر عالي جدا، 500 600 700. طبعا عادة هاي الحالات يعني بتستدعي دخول المشفى، وعادة بيضل الطفل بالمشفى ل4-5 أيام. قلت لك السبب فيه مناعي، بيكون بشكل هجومي مثل ما حكينا، أنه من فترة قصيرة ما بيكون في شيء، فجأة بيتطور في عندي داء سكري. وعادة هدول بياخدوا إبر أنسولين تماما، يعني عادة هدول ما بيستجيبوا على أي علاج تاني غير إبر الأنسولين. حقا. النمط الثاني قلت لك في عندي مجموعة من العوامل تتراكب فوق بعضها. أول شيء العامل الوراثي بيكون قوي، يعني في عندي قصة عائلية قوية. نعم. السبب الثاني البدانة، اللي هو من العوامل الأساسية جدا، وخاصة البدانة المركزية، بدانة البطن. في عندي من الأسباب اضطراب الشحوم والكوليسترول، أيضا. في عندي من الأسباب ارتفاع الضغط الشرياني، في عندي من الأسباب ستريس أو الشدة أو أيضا. الضغط النفسي له دور كتير كبير. في عندي من الأسباب نوع نمط الغذاء، يعني في ناس ما بتكون سمينة ولكن الغذاء عندها بيكون سيء جدا، مثلا أنه معتمدين على الجنك فود أو على الأكل الخارجي، الأكل الجاهز، وجبات السريعة، أو حتى العادات الغذائية السيئة اللي ممكن تكون موجودة بالبيت. في عندي كمان التقدم بالعمر هو واحد من الأسباب. أيضا. يعني هاي الأسباب كلها بتتراكب فوق بعضها، بتسبب لي بشوي شوي. طبعا في سبب أساسي كتير نسيته، الفعالية الفيزيائية، يعني النشاط، موضوع الرياضة والحركة والنشاط أيضاً الفيزيائي. أيضاً. كمان هذا واحد من الأسباب الأساسية. هاي العوامل تتراكب فوق بعضها، بتسبب لي بدانة، أو حتى إذا ما سببت بدانة بتسبب لي ضعف بعمل خلايا بيتا بالبنكرياس، بالإضافة لمقاومة على الأنسولين، وبالتالي بيصير في عندي ارتفاع تدريجي بالأنسولين، لأنه أنا الجسم عم يفرز أنسولين، بس ما عندي استجابة، ما عم يحسن ينزل أرقام السكر بشكل منيح. فبتلاقي الخلايا بيتا بالفترة الأولى صار في عندي زيادة بإفراز الأنسولين. هاي الزيادة مشان الجسم يستجيب، يعني كأني أنا عم دق الجرس على شخص وما عم يرد، فبضل أنا بدق أكثر من مرة. فهو نفس الشيء، يعني بالمرحلة الأولى خلايا بيتا لما بتلاقي في عندي مقاومة بيزيد إفرازها من الأنسولين، ترتفع نسب الأنسولين بالجسم بهدف أنه أنا نزل أرقام السكر للحد الطبيعي. شوي شوي بيصير في عندي إرهاق بخلايا بيتا، هذا الإفراز بينزل، وبنفس الوقت في عندي مقاومة على الأنسولين. أكيد. فشوي شوي أرقام السكر بترتفع لحد ما يصير عندي رقم السكر فوق 180 ملغ على الديسيلتر، وبالتالي ظهور الأعراض، وبالتالي ظهور الداء السكري.
حابب أذكر مستمعينا للي حدا عنده سؤال 429 101 رقمنا الأرضي. ضيفنا بالاستديو دكتور روان حسن تمو، اختصاصي بأمراض الغدد الصم والسكري. طبعا يلي برات البلد حتى فينن يطرحوا السؤال عبر البث المباشر بوير عربي عبر رسالة. طبعا موضوعنا هو عم بخص داء السكري وأنماطه. ضمن سياق حديثكم دكتور بداية الحلقة ذكرتوا الأعراض، الموضوع الأعراض. يا ترى شو هن الأعراض الوصفية اللي عم تظهر على المريض لحتى من شك أو توجه الطبيب أو أي حدا أنه يتوجه أنه هذا المريض ربما يكون عنده سكري مثلا؟ هلا اول شغله عاده اعراض النمط الاول اللي بيكون النمط الشبابي تختلف عن اعراض النمط الثاني، ولكن في اعراض مشتركه كتير. هلا بالبدايه اول شيء ممكن يكون المريض لا عرضي. صح هي هاي النسبه ما كبيره، ولكن ممكن يكون المريض ما عنده اعراض. يعني ده كتير من المرضى بيسالوا مثلا مريض وزوجته اثنيناتهم عندهم داء السكري، المريض احيانا بيستغرب بيقول لك دكتور انا والله ما عندي اعراض اللي زوجتي عندها اياها. طبعا هو بيكون متحمس زياده وانا باكل كل شيء وما بمشي وما بعمل رياضه وسكري اعلى من سكره ومع ذلك ما عندي اعراض. صح. طبعا هاي تعتبر من يعني من سلبيات الموضوع. اذا كان مريض ما عنده اعراض بيخليه يتمادى اكثر بانه ما يتعالج او ما يتابع مع الطبيب. اما الاعراض بشكل اساسي اول شغله البوال والسهاف. يعني المريض انتبه انه انا قلت البوال والسهاف وليس السهاف والبوال. تماما. يعني المريض الكليه بدها تطرح سكر فبتطرح معه مي، أكيد بيتجفف المريض، بيعطش بيشرب مي كتير. تماما. لهذا السبب المريض بيتبول كتير وبالتالي بيشرب مي كتير. تماما. يعني اول شيء بيتبول بعدين بيشرب مي كتير. احيانا بيجينا مرضى عندهم اضطرابات نفسيه يقول لك المريض دكتور انا بشرب مي كتير وبتبول بالليل كتير وسكري طبيعي وكأنه عم يحذرك. هذا الشخص عنده يعني تخيل بالمرض، عنده خوف من المرض أكيد، أو عنده وسواس قهري أو عنده سبب من الأسباب ما بدي يفوت ضمن إطار العلاج النفسي. نعم. بيخلي المريض يتوهم أنه أنا لازم يكون عندي مرض طالما عم بشرب مي كتير أو عم بتبول كتير. هذا الشخص عم يشرب مي كتير بعدين عم يتبول كتير، شيء طبيعي. مي بدها تتبخر ما حتتبخر. فهو نفس الشيء المريض السكري بيتبول كتير، هذا الشيء بيخليه يتجفف وبالتالي بيشرب مي كتير. نعم. من الأعراض كمان نقص الوزن. لما بيصير في عندي نقص بإفراز الأنسولين. الأنسولين هو هرمون باني. نعم. يعني واحدة من الأخطاء القاتلة أنه لعيبة الحديد والرياضة والنوادي بيستعملوا الأنسولين مشان يكبروا العضلة. يعني أنا شهدت حالتين وفاة بدمشق للأسف لناس طبيعيين عم ياخدوا إبر أنسولين سريع بهدف، لأنه يعني صح هو بينزل السكر العضلي طبعا بينزل السكر بس بيخليك تاكل كتير، والأنسولين هرمون باني وكأنك عم تعطيه هرمون نمو بيبني الجسم يعني. تماما. إذا قلنا نقص الوزن، البوال والسهاف، أيوة. الخدر والنمل ممكن يعمل اعتلال أعصاب محيطية وبالتالي بيعمل وخز مثل وخز الإبر بأسفل القدمين أو حتى باليدين. نعم. ممكن يعمل لي من الأعراض الشائعة جدا اللي بتخلي أحيانا المريض ما يراجع طبيب السكري، خليه يراجع طبيب عينية، تشوش الرؤية. أكيد واحد بيكون في عندي رؤية ضبابية قدام عيونه. تعرف أنت هاي من أكثر الشغلات المريض مستحيل يتحملها يعني. بيراجع طبيب، الدكتور العينية مشكورا بينتبه أنه في عندي اعتلال شبكية سكري. نعم. بيعمل تحليل سكر بيلاقي سكر أرقام السكر عالية بيوجهه للطبيب. مؤشر طبعا. نعم. هاي أكثر شيء. الأعراض طبعا عند النساء ممكن يكون في عندي إنتانات بولية متكررة. أيضا. كمان أطباء نسائية مشكورين أحيانا بيكون في عندي إنتان بولي أو إنتانات تناسلية متكررة ما عم تتحسن على العلاج، بيشكوا بأنه كمان بيطلب تحليل السكر بيلاقي أنه السكر عالي، كمان بيوجه لطبيب غدد. يعني هاي الأعراض الأشيع اللي ممكن يعاني من المريض السكري. دكتور عندكم كأطباء كيف بتشخصوا المريض السكري؟ يا ترى ضمن القصة السريرية للمريض اللي عم يحكي عن العلامات أو الأعراض اللي عم تظهر عليه، أو عم تاخذوا أي إجراء تاني مثل تحليل أو أي شيء؟ أكيد طبعا. هلا ما بتعتمد على الأعراض لحالها. يعني أحيانا بيجي مريض عنده أعراض، يعني بشرح له حمية المريض السكري، بقول له هاي الحمية ورح تعمل تحاليل لنتأكد إذا كان عندك سكر. يعني مثلا الخدر والنمل ممكن يصير بسبب نقص الكلس وعوز فيتامين د مثلا. تشوش رؤية ممكن يكون لأسباب تانية. قلنا شرب المي والتبول ممكن يكون لأسباب تانية، يكون أعراض متشابهة. حتى مو بس هيك، لا أحيانا التبول الزايد ممكن يكون نتيجة إنتانات بولية والمريض ما بيتذكر إذا كان من النوع اللي بيشرب مي. بقول لك مثلا دكتور أنا طبيعتي بشرب مي كتير.
اذا نحن بنطلب، طبعا في عندك توصيات عالميه، في عندك شيء اسمه امريكان ديابيتس اسوسيشن، توصيات الجمعيه الامريكيه، هي حكما قولا واحدا هي اللي بنمشي عليها. يطلب اكثر من تحليل واحد للسكر على الريق. اذا كان رقم السكر الطبيعي على الريق اللي نحن بنسميه الفاستنج جلوكوز بده يكون اقل من 100 ملغ على الديسيلتر. انتبه استاذ عماد انه ارقام السكر سابقا كانت لحد الان احيانا المجال الطبيعي بالمخبر بيحطوا لك من ال100 من الطبيعي حتى 110 القيم المطلقة يعني ايه بس هلا تغير هذا الحديث. أول شيء كان طبيعي لل120. نعم. لما زاد عدد مرضى السكري صار طبيعي لل110. تمام. زاد عدد المرضى اكثر هلا طبيعي لل100. يعني اقل من 100. من 100 لل125 نحن بنسميه امبايرد فاستنج جلوكوز، يعني اضطراب السكر الصيامي. تمام. او مرحله ما قبل السكري. حلو. من 126 وبعد هذا صار اسمه سكري. كل رقم سكر على الريق 126 فما فوق هذا صار اسمه داء السكري. كل رقم سكر بين ال100 وال125 هذا امباير فاستنج جلوكوز او اضطراب السكر الصيامي. كل رقم سكر اقل من 100 هو سكر طبيعي. هلا مع هيك نحن قلنا انه بنطلب تحليلين سكر على الريق بوقتين مختلفين، مو نفس الوقت انه والله المريض عمل تحليل وراح على مخبر ثاني عمل تحليل ثاني، لا بغير يوم مثلا. بغير يوم. الشغله الثانيه ممكن نعمل اختبار اسمه الاورال جلوكوز توليرانس تيست او اختبار تحمل السكر الفموي. وهذا الموضوع انا طبعا هلا يمكن صار اعتمادا على السكر او على خضاب الجلوكوزي ايضا. صار هلا بحكي عن الخضاب الجلوكوزي، هذا صار يمكن اعتمادنا اكبر. ليش؟ لانه الجلوكوز ما متوفر، ولانه للاسف احيانا زملائنا بالمخابر نحن قلنا اورال جلوكوز توليرانس تيست، اختبار التحمل السكر الفموي. بنعمل تحليل سكر على الريق صباحا وبنعمل سكر بعد تناول 75 جرام جلوكوز بعد بساعتين. تناول 75 جرام جلوكوز، وليس بقول له انا للمريض روح افطار ورجع لي بعد ساعتين. هاي من الاخطاء اللي بتنسف العلم نسف. اكيد. يعني الزملاء بيقولوا للمريض انه قصدي بعض الزملاء طبعا هلا باعتقادي مشان ما نكون عم حكي على زملائنا، يعني باعتقادي هلا حاليا معظم المخابر تعرف شو يعني اختبار تحمل السكر الفموي. نعم. لانه هلا صار الجلوكوز متوفر. بس سابقا كانوا، يعني انا اول مره اجيت فيها على القامشلي بال 2015 انا يعني بعيني شفت مرضى انه مثلا ينعمل السكر على الريق بعدين يروح يفطر وبعد ساعتين بيعمل لي تحليل سكر بيقول لي هاي اختبار تحمل السكر. هذا ما هو تحمل السكر. اختبار تحمل السكر بالجلوكوز، الجلوكوز هو سكر احادي امتصاصه سريع بيعطيه نتيجه صحيحه بعد ساعتين بالضبط. اما لما انت بتفطر المريض او بتقول له روح كل حلو بيجيني المريض اكل سكاكر معقده. تماما. وبالتالي ارقام سكر اعلى. أكيد. وبالتالي اضطرابات بالامتصاص. يعني انا ما بنسى مريض كان سكره 250 هو حافظ انه انا بعد بدي اروح رايح اكل حلو وفطران وشربان عصير، جاي لعندي على العياده سكره 650. قلت له ما شاء الله عليك يعني على اللي عملته. صار مريض بينعطاه دواء، صار مريض للمشفى. طبعا. اذا اورال جلوكوز توليرانس تيست بنعطي 75 جرام جلوكوز. قبل ما نعطي الجلوكوز بنعمل تحليل سكر على الريق صباحا، بعدين بنطلب تحليل سكر بعد الاختبار بساعتين. الرقم الطبيعي بعد تناول 75 جرام جلوكوز عند الشخص الطبيعي بده يكون اقل من 140 ملغ على الديسيلتر. تماما. اذا كان بين ال 140 وال 199 صار اسمه اضطراب تحمل السكر. اذا كان نحن بنسميه impaired tolerance glucose. اما اذا كان اكثر او يساوي 200 كمان هذا صار سكري. تماما. اذا يا اما السكر على الريق اكثر او يساوي 126 او بعد الاختبار اكثر او يساوي 200. او بنطلب شيء اسمه HbA1c اللي هو الخضاب الجلوكوزي. الخضاب الجلوكوزي عالميا صار معتمد حسب توصيات الجمعيه الامريكيه صار معتمد من 2008. الخضاب الجلوكوزي الطبيعي هو اقل من 5.8. كمان هاي واحدة من الاخطاء اللي بيفكروا العالم انه انا تحت 6.5 طبيعي. لا، اقل من 5.8 طبيعي. من 5.8 ل 6.4 صار اسمه كمان اضطراب تحمل سكر. نعم. لانه من 5.8 ل 6.4 هو يعادل من سكر من 100 ل 125.
اكثر او يساوي 6.5 صار اسمه داء السكري. هدول 3 تحاليل الاساسيه اللي نحن بنعتمد عليهم بتشخيص الداء السكري. طبعا ممكن ينطلب فحص بول على الريق صباحا، اذا كان رقم السكر اكثر من 180 رح يكون في عندي سكر بالبول، كمان هذا مشخص للداء السكري. يعني في اكثر من اختبار، ولكن هدول الاساسيات اللي بيكونوا مشخصه بقوه. حتى بيحددوا الانماط، ما هيك دكتور؟ ايه طبعا. هلا عن طريقهم بتحددوا لا، الانماط. النمط ما بتحدد هيك. هلا اذا كان طفل تحت 18 سنه او شاب اقل من 18 سنه، نعم هذا حكما نمط اول. تماما. اذا كان النمط الكهلي اكثر من 40 سنه، هذا حكما نمط ثاني تماما. اما اذا كان ما بين، هو من المفترض انك تعمل تحليل الانتيجاد. تحليل الانتيجاد اللي هو بيحدد لك اضداد الداء السكري. متوفر الاضداد لا، هون ما متوفر، ما متوفر بكل سوريا غير بالشام. تماما. طبعا هاي الاضداد، خلينا نحكي صراحه، انا ما بدي قلل من قيمه العلم، ولكن انا ما بطلبها. مجرد انك شرحت للمريض انه شوف، في شيء اسمه لادا وفي شيء اسمه مودي، وانت رقم سكرك مثلا 300، انا راح بلش لك بخافضات السكر الفمويه. نعم. واذا استجبت كان بها، اذا كانت استجابتك ضعيفه راح نرجع ناخذ الابر، ولكن بشرط ما يكون في عندي اعراض قويه جدا موجهه لانعدام الانسولين. يعني مثلا اجاك شاب عمره 30 سنه سكره 600، تقول له والله انا راح بلش لك بالحب وانطر، اكيد لا. سكر 600 حكما صار بده ابر انسولين، رقم عالي. رقم عالي. ومو بس هيك استاذ عماد، الحبوب الخافضه للسكر ما فيها تنزل هيك ارقام. يعني ما فينه يجيك مريض سكره 500 وتعطيه حب وتفكر حالك انه بتحسن تنزل سكره على خافضات السكر الفموي. هون حكما صار بده انسولين. تماما. بس اذا نحن شرحنا للمريض مزبوط انه في عندي شيء اسمه لادا وفي عندي شيء انا طبعا عم بحكي على المريض اللي بيكون ما بين 18 و 35 سنه. نعم. ايه هون هدول انا بشرح لهم انه في عندي شيء اسمه لادا وفي عندي شيء اسمه مودي. انا ممكن بلش لك بخفضات السكر الفمويه، اذا كان في استجابه كان بها، اذا ما في استجابه بدنا نرجع على الابر. وانا ياما عامل ما يعني أكيد. من 3 ايام اخر مريض اجاني ما استجاب على الحب، فورا اعطيته ابر انسولين. وهذا الشيء ليش؟ لانه هو اجاك بعمر اصلا انك تنطر عليه وتصبر عليه لفتره 10 او 15 او 20 يوم، هذا الشيء ما بيأذيه. بالمناسبه يعني توصيات الجمعيه الامريكيه بيقول لك خفض ارقام السكر خلال 3 ل 6 اشهر. بس نحن المريض بيفضحنا اذا نطرته 3 ل 6 شهور. أكيد. انت المريض عندنا لازم تنزل له سكره خلال 10 ايام. خلال 10 ايام. غير هيك ما بيعرف. هي كمان. بس هو بتوصيات الجمعيه الامريكيه انه خلال 3 ل 6 اشهر. نعم. هو كان رح يكون ختامنا بمجموعة من النصائح للمستمعين اللي عندهم أعراض سكري، للي عندهم قصة مرض سكري بالعائلة. كتير توصيات هيك من عند الدكتور، ولكن ضمن سياق حديثكم أيضا ذكرتوا موضوع أنه العلاج كيف بيكون. دكتور عندكم العلاج إيمت بيكون بالدواء وإيمت بتلجأوا للإبر؟ الأنسولين. طبعا حكما إذا كان نمط سكر شبابي فحكما هو بده إبر أنسولين وما في حل تاني. وبتمنى من هدول الناس اللي بيفكروا أنه إذا راحوا على الشام أو إذا طلع على أوروبا بده يبطل ياخد إبر، هالولد هذا ابنه الغالي اللي هو غالي علينا كلياتنا، يعني هو بالنهاية مريض أو بيلجأ للطب الأعشاب أو كذا. طب الأعشاب أنا ما بدي أحكي عنه، لأنه أنا واحد من الأطباء اللي انأذى فيه كتير. يعني إجاني أحد الأشخاص، يعني الله يسامحه ويوجه له الخير، كان ينطر قدام العيادة، كل ما طلع مريض سكر يعطيه الكرت ويقول له أنا بدي روح منك السكر خلال مدة 10 أيام، والعلاج بكلفك 100,000، بس أول شيء بتدفع فقط 5,000 وراح أعطيك أعشاب. لأنه هذا الشخص طبعا لقطناه وسلمناه للجهاز المختص يعني. نعم. لأنه مو معقول كل يوم يجيني مريض سكر كان سكره ما أحلاه، إجاني بعد 10 أيام سكره 500. يعني هذا خلاه يعني أكيد. لفت انتباهي أنه في شيء غلط. أكيد بالأعشاب ما في شيء اسمه علاج سكر بالأعشاب حكما. إذا كان نمط شبابي بده إبر أنسولين، إذا كان النمط الكهلي بده ياخد خافضات سكر فموية. ما شاء الله صار عندي أنماط متعددة من خافضات سكر فموية. هلا حديثا صار عندي أنماط جديدة ورائعة جدا وبتساعد كتير بضبط أرقام السكر. بالإضافة كعلاج دكتور عم طبعا كعلاج. نعم. بالإضافة لحمية، ساعة الرياضة يوميا كنشاط فيزيائي. طبعا الجمعية الأمريكية بتحدد لك أنه 30 دقيقة بما يعادل 150 دقيقة أسبوعيا، يعني نص ساعة 5 أيام بالأسبوع. ولكن أنا بصراحة دائما بقول للمريض ساعة يوميا، ساعة مشي يوميا، يختار الوقت اللي بده إياه. بالإضافة لحمية،
حمية اللي هو تحديد كميات الطعام، وليس حرمان من الرز والبرغل والخبز تماما. وتخبيص قال ما بياكل رز بس بياكل جات برغل كل يوم. يعني تحديد كميات الأكل. نحن بنقول في عندي مواد بتعمل ارتفاع سكر سريع، نعم. حلويات، معجنات، الكولا، نشويات. العصاير بشكل عام، والعسل. مهم. العسل بيحتوي على مادة الفركتوز. الفركتوز يعتبر من أقوى المحليات بالعالم. مهم. يعني الفركتوز هو حتى أقوى من السكر الأحادي، أقوى من الجلوكوز. الفركتوز بيرفع السكر كتير، و50 ل 60% من تركيبة العسل هي فركتوز. تماما. الناس بتفكر انه هو العسل فيه شفاء، العسل فيه شفاء للناس الطبيعيين، نعم. لغير لشخص مرضى. ايه، بس ما فيه شفاء للداء السكري، بالعكس بيرفع ارقام السكر. غير هيك النشويات بحدد الكمية، يعني تحديد كميات الرز والبرغل والبطاطا والمعكرونة والخبز. الخضار واللبن فيني اكل بكميات غير محددة، فيني اكل حبتين فواكه باليوم، بالاضافة لساعة الرياضة. اذا الشخص ما نو مشخص له سكري بس في عندي قصة عائلية قوية، نحاول نلعب ساعة رياضة يوميا، نحاول نقلل من موضوع البدانة المركزية لمنطقة البطن. نعم. نحاول بشكل دوري مثلا كل 6 شهور نعمل لي تحليل كوليسترول، تحليل شحوم ثلاثية، بالإضافة لتحليل سكر. بحاول أعمل مشان نكون واقعيين، مشان الناس اللي عم تسمعنا ما تعتبر أنه كلامنا خيالي. نحاول شوي يعني شوي نظبط نظام الأكل تبعنا، أنه مثلا الجنك فود، الأكل الجاهز نخفف منه، نمشي كل يوم ساعة، نحاول نكتر من الخضار، نحاول يعني نركز على موضوع الفاكهة، نحاول نكتر من شرب المي. أيضا حتى المريض السكري اللي سكره عالي كل ما كتر من شرب المي كل ما تحسنت حالته أكتر. يعني بصراحة هاي بشكل أساسي بشكل عام. المريض السكري يحاول يراجع طبيب عينية كل 6 شهور أو كل سنة على الأقل، مشان يعمل استشارة عينية جديدة حتى لو كانت عيونه ما فيها شيء. طبيب كلية بشكل مثلا دوري. دكتور. طبيب الكلية إذا صار في عند، إذا كانت يعني إذا كانت تحاليل الكرياتينين والبولي طبيعية ما في مشكلة. أما إذا مجرد صار في عندي ارتفاع بأرقام الكرياتينين حكما لازم يراجع طبيب، لأنه اعتلال الكلية السكري هو قادم لا محالة. نعم. ولكن أنا فيني بطئ قدوم اعتلال الكلية السكري. أخر أو نعم. طبعا فينا نبطئه. يعني إذا كان مريض ممكن يخبص كتير ويصير في عندي اعتلال كلية سكري، يعني 5 مراحل اعتلال كلية السكري يتطوروا خلال 5 سنين، فيني أنا بطئهم خلال 30 سنة. نعم. وهذا الكلام عن طريق الالتزام بالحمية والشغلات. أكيد. غير هيك يعني ممكن يراجع طبيب كلية إذا تطور عنده شيء. أما والله أني أنا أحكي كنصائح أنه كل مريض سكري لازم يراجع طبيب كلية، لا. بس أنه إذا صار في عندي اضطرابات أو شيء أكيد طبيب الغدد رح يوجه مريضه لطبيب كلية. بنهاية الحلقة بشكر كتير الدكتور روان حسن تمو، اختصاصي بأمراض الغدد الصم والسكري، على هالمعلومات القيمة. شكرا لكم دكتور. بشكركم لحسن المتابعة. للأسبوع القادم حلقة جديدة وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.